مسلمين شبيكم مقلبين الدنيا حركت عروشكم. Hur mycket pengar tjänar du på detta? Ingenting. Jag behöver inte pengar. يا ولد زقت ما تقول لي شبيك. أسامة عدنان شنو الغاثك انت؟ شنو اللي يوجعك؟ شني نايمين قاعدين؟ لا قاعدين بالمرصاد. جاي التخطيط لاغتيالك بإذن الله. أوكي. يمتى التخطيط لاغتيالي؟ شنو رأيك بالصورة اللي نشرت عليك؟ نشروا وش ما تريدون. إذا تريدون صوري أنا أدزلكم صور هواية عندي. خطي والله مريض نفسي. منو حبيبي؟ أنور حبيبي. أهلين نوركم. مقتدى السطل شبيك؟ مقتدى السطل شبيك؟ أنا الأسبوع القادم راح أقيم شكوى على مقتدى السطل أو على فايق الزيدان، وراح أقدم شكوى أيضا هنا بالسويت، لأن مقتدى السطل حرض على قتلي. تفع عليك يعني ذا. وأيضا راح أرد عليكم لأنكم اقتحمتم سفارة السويت. راح أرد عليكم وراح أحرق علم العراقي والقرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم الأسبوع القادم. أنا ما تخوفوني أنتم، ما تخوفون كلبي. شو قد كان عددكم؟ ما تخوفوني. هيجي أتونس بعوائكم. التخطيط جاري لقتلك بإذن الله. خلص روحك راح يجونك سحل. أكثر بوخة شفتهم هو أنتم، ناس بوخة. إيران راقبتكم ما تقدرون تسوون كل شيء. إيران تنيش بيكم ما تقدرون تسوون كل شيء. إيران تنكح بيكم تاخذ فلوسكم ونفطاتكم وما تقدرون كل شيء تسوون، لأنكم بوخة شعب بوخة. هذه نقطة راس السطر. تعال للعراق إلا جيش المهدي. جيش ما ميليشيات جيش المهدي أعرف. نعم صح. يقيم دعوة على السيد. نعم راح أقيم دعوة على مقتدى وعلى فتلاوي، حنان فتلاوي، وعلى فايق زيدان. بس يجون للسويد يتم إلقاء القبض عليهم. ذني الثلاثة يريدون. ولد الزبالة قضاة مال سوق الجمعة عندنا ما قارين القانون الدولي. نطالب بتسليم سلوان موميكا إلنا. انتو زبالة، انتو خبول، انتو مطايا. لكن انتو مقارين قانون دولي، قانون دولي لا يجوز تسليم لاجئ سياسي. تقارين قانون دولي ولا لا؟ لأن على أبوكم لابو قضاء اللي عندكم بالعراق همنا، لكن انتو ما عندكم أي قضاء. إيران تنكح بيكم صار لها سنين، 20 سنة إيران تنكح بيكم وتاخذ أموالكم وما تقدرون تفكون حالكم. تجون تريدون تصيرون رياجيل على سلوان موميكا. دن على أبوكم لابو حتى شرفكم. تيل بيكم وتيل بالعراق. راح يجيبونك للعراق. لكن انتو تحلمون صدق يعني. جد انتو تحلمون أحلام وردية تحلمون. صحيح. يريد محمد رسول الله أن يصعد. محمد بشحمه ولحمه يريد يصعد. ما استقبل ضيوف. لأن على أبوك لابو حتى العراق. ادخل العراق على أساس العراق. ايش بيه عراق غير زبالة؟ ايش بيه؟ شكوى ادخل العراق. إيران تنكح بينا. القرآن شعله. لا ما حسيت بهذا الشيء. القرآن راح أدعسه كل 10 أيام تقريبا وراح أحرق. أنا على أبوك يا أبو جابر. أنا على أبوك لابو حتى إيران داست على رأس مقتدى. من راد يسوي انقلاب على الحكومة داسوا على رأس مقتدى. والسيستاني قعود هذا الخنينة السيستاني يشجب ويستنكر. العراق يشجب وهذا الأخ شو اسمه. لكن انتو بوخة وخنينة. إيران تسرق بيكم وتسرق فلوسكم ونفطاتكم ما تقدرون تفكون حالكم. انتو زبالات.
ليش ما سويت هالشي بالعراق؟ ببساطة لأن العراق بيه إرهابيين. أكيد طبعا السؤال ما يراد له جواب، يعني معروف هو. راح يجيبوك للعراق ونشويك. تحلمون انتو صح. راح اتركك الزمن شي تسوي بيك. مسوين لايفات حتى يبلغون حسابك هذول الصلاعمة. خلي يبلغون عبالهم يسوون شي. انا على السيرفر مال السويد ما حد يقدر يسوي اي شي. لا تخاف، لا تخافون. خايف منكم، ايه صح. لقاني واحد نفر واحد هزيت عروشكم، هزيت الدول الإسلامية كلها، دعست على قرآنكم وعلى نبيكم وعلى مقدساتكم بأول أيام عيدكم. دعست على مقدساتكم ونبيكم وراح استمر. نفر واحد، شخص واحد، دعست على قرآنكم ونبيكم ومقدساتكم وراح استمر. شو سوى؟ حركت عروشكم، خليتكم مثل شلاب بالشارع تنبحون، مثل شلاب. لعبت بيكم طوبة. شنو انتو؟ فد بندلة؟ شنو انتو؟ زبالة. اعتقد عبد الله القصيمي يقول انه العرب ظاهرة صوتية. فعلا انتو ظاهرة صوتية، ما بيكم شيء فعلا. ظاهرة صوتية. انتظروني قدام السفارة العراقية، انتظروني بالايام القادمة. راح اعلن لكم الموعد قريبا. راح تموت موتة سلاب، راح اموت موتة مقتدى. عذاب ربك عظيم. لك يا ربك انت خبلت طفي لك قرآنك، خليت بيه لحم خنزير وحركته ولعبت بيه طوبة وربك نايم. لك انتو يا رب تحشوا انتو، لك يخوفوكم انتو كل شي ماكو لا رب ولا هاي. يخوفون بيكم، ضاحكين عليكم، عمود يسيطرون على عقولكم. اصحوا اصحوا، اني ردت اصحيكم بس. ما اريد شيء، بس عمود اصحيكم، ما اريد شيء اخر. لك انتو اكبر بوخة ابو ياسين المشهداني، انتو بوخة ترى. انتم هنا العراقيين 5 بربع، ما حد يقلبهم. بالجزر الوسطية مرفوضين كلهم طلبات لجوهم وما حد يقلبهم. تخبل. انت رجال تعال للسفارة يابا. هم قلتوا انت رجال تعال للجامع، ورحت للجامع. راح اجيكم للسفارة مو مشكلة، بس خلي راح اعلن لكم وقت يلي راح احرق بيه القرآن والعلم العراقي، راح امسح بيه حذائي قدام السفارة. تدللون، تأمروني امر. سويتي شي حتى تحصل على إقامة وسخ بالسين تنكتب مو وسخ. نكحتوا اللغة للقرآن. رب يحميه. انتظر وشوف حوبة الله. لك إلهكم ميت 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 صدقوني. حرقت قرآنين، نسختين حرقت، وإلهكم كان نايم. ما لحد الآن ما عندي صورة هو وأهله. هذا من وراك، هذا أبوك وراي. الذين ظلموا انقلب عليك مراجعة طبيب نفسي. أنا طبيب نفسي يا حبيبي. سجاد. لك شلون ضاغطكم اني، لك شلون لعب بيكم طوبة، ضاغط اعصابكم، لعبت بيكم طوبة يا المسلمين، طلعتكم بالشوارع مثل النعل، تنبحون بشوارع بلادكم، تحرقون، تسوون مدري شنو مثل النعل. زبالات، حثالات حثالات. قاطعوا منتجات السويد. لك انتو ايش عندكم منتجات حتى تقاطعوا منتجات السويد، غير تصيرون بدون ملابس اذا تقاطعوا منتجات اوروبا والسويد. تخبول. لك انتو ما عندكم حتى ادوية، ما عندكم منتجات السويد. من السويد تجي ادويتكم، حتى ادوية ما عندكم. سلاح ما عندكم، تجي من السويد. ادوية ادوية ادوية، يعني راح تتعالجون ببول البعير اذا تقاطعون منتجات السويد. بول البعير وتفلة السيد وخرى مال السيد السيستاني راح تاكلوه على مود تتعالجون نفسكم. قاطعوا منتجات السويد. تعرفون سويتوا يعني الحماية اللي اني بيها هسه، الوضع اللي اني بيه تثبت انه انتو عندكم فكر ارهابي وفعلا خطيرين يعني، والا لما كل هذه الحماية
يعني ما اقدر اطلع للشارع، تصوروا يا جماعة، غير حديقة البيت بس قاعد بيها. ما وانتوا الاعلاميكم الزبالة، واحد يقول ما عنده اقامة، واحد يقول عنده اقامة، واحد يقول عنده جنسية، واحد يقول ما عنده جنسية، واحد يقول عنده اقامة مؤقتة، واحد يقول عنده اقامة سياسية، واحد. لكن انتوا كل اعلاميكم زبالات، كلها تاخذ طرف من الصراع، كلها. كبسوا حبايبي، كبسوا كبسوا، وانتظروني بعد 10 أيام. بعد 10 أيام راح أرد عليكم مثل ما اقتحمتوا السفارة السويد، بلدي وطني السويد. لك زبالة ما سويد ما أبدلها بالعراق، زبالة مالت السويد ما أبدلها بعراق. مثل ما اقتحمتوا سفارة السويد، أنا راح أقدم طلب لحرق القرآن أمام السفارة العراقية، والعلم العراقي راح أمسح بيه حذائي وبعدين أحرقه جدا، وصورة مقتدى وصورة السيستاني وصورة الحسين وهذولا وعلي ومدري شنو، كلهم راح امسح بيهم حذائي مثل ما مسحت حذائي بالقرآن. هيك حسوي. واوعدكم من هذا البث، بعد 1000 سنة ما تقدرون توصلوا لي، 1000 سنة ما تقدرون توصلوا لي. وسخين، حتى لباساتكم مزرفة وكاتلكم الفقر، تيجون راح نقتلك راح نختالك. لك انتو كاتلكم الفقر، لك حق جقاير ما عندكم، الجقاير تاخذه بالدين من الجيران، من ابو عباس ابو الكشك، تخبل. كاتلكم الفقر وعايش بمدينة الصدر وحق جقاير ما عنده وعشاه بالدين ويتغدى وما يتعشى. والله راح نقتلك راح نختالك. شوف الشرطة وين قاعد مقابلي، اطلع يطلع، يظل برا لحين لا ادخل يدخلون جوا. هيك تحت حماية مشددة. وين توصلوا لي؟ بعد 1000 سنة ما توصلوا لي. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. ولو انا ما احارب اشخاص، انا احارب الفكر يلي انتو تاخذوه، يلي انتو تعتنقوه، اللي هو الفكر المحمدي الاسلامي. نوصل لك لا تخاف. لك 1000 سنة تحتاجون يا عقيل. انت لك الموصل ما تقدر توصل، تريد توصل للسويد ابن الزربة، لك كاتلك فقر، حق جقاير ما بجيبك. تريد توصل سلوى موميكا بالسويد؟ لا، واللي بالسويد كاتل الفقر اوراق ما عنده، من يتمرض يتعالج بولة السيد تريد توصل لسلوى موميكا. لك بعد 1000 سنة انت ما توصل. 1000 سنة هواي. تسمع صوت شرطة عبالك قاعد بمركز شرطة. لا، والنوباني نايم يجوني يقعدوني كل ساعتين ثلاثة. بيك شي؟ لا ما بيها شي. حلمت بشي؟ لا ما يابا، ترى ذولا حشرات بوخة لا تخافون، ما بيها شي ولا راح يصير بيها شي. لين بوخة ذولا بوخة، ناس فارغين. العراقيين غالبيتهم انا اعرفهم، ما عدا الابطال، ما اريد اقول من اقصد الابطال. ناس بوخة، ايران تنكح بيهم صار لها 20 سنة وتاخذ نفطاتهم وتاخذ فلوسهم، وبوخة اجبن من خواتكم انتو. بوخة. وجوز جماعة السطل، مقتدى السطل، طلعوا يراجعوا يسووا انقلاب على الحكومة. ايران داست على راس مقتدى هيك سحقته مثل الصرصار. شنو؟ جنود الله يوصلوا لك. كنتوا تحلمون بشرفي، تحلمون انتوا تحلمون احلام وردية. انتوا ميليشيات العراقية، الحكومة العراقية. وهذا فايق زيدان، هذا الخبل وابن الخبل. فايق زيدان انت خبل؟ لا صدق انت خبل. قاري مثلا جايب شهادتك من سوق الجمعة يا فايق زيدان. صدق انا اريد اوجه رسالة لفايق زيدان. فايق زيدان انت قاري او جايب شهادتك من سوق الجمعة؟ انت ما قاري القوانين الدولية انه لا يحق للدولة المستضيفة او المانحة اللجوء السياسي لاي شخص ان تسلمه للبلد الام؟ انت ما قاري القوانين يا خبل؟ قاري ولا ما قاري؟ بس يا جماعة كل هذول اللي جاي يحكمون العراق هن مثل فايق زيدان. عباله انا عايش بالموصل وراح يخاطب مدير امن الموصل عم يسلموني لبغداد. خبل وابن الخبل.
لكان حقهم شكوى عليك هنا، حقهم شكوى على مقتدى بالتحريض على قتلي مقتدى الصدر. أوجه لك رسالة يا مقتدى الصدر، يا قائد الميليشيات سرايا السلام اللي تلطخت إيديها بدماء العراقيين من السنة، من المسيحيين، من الأيزيدية، وكان لكم دور بتهجير كل المكونات. أنت حرضت بتغريدتك على قتلي، ولذلك ما أستغرب منك هذا التصرف أو هذه الخطوات، لأنك أنت قائد ميليشيات بالآخر، وميليشياتك معروفة على مستوى المنطقة الشرق الأوسط بأن إيديها ملطخة بدماء العراقيين، فلذلك عادي ما أستغرب. ولكن هل أنت واصل للسويد؟ شايف السويد يا مقتدى الصدر؟ واصل للسويد انت؟ لو انت حدك الايران مو اكثر، انت واحد خبل وما عندك اي ثقافة. تحسين سمعة، ايه بالضبط. تعلم يا مقتدى، تعلم شنو معنى الحريات، تعلم من الغرب، تعلموا. وانت اشوفك هواية تضغط على علم الميم والمثلية يا مقتدى. مسوي لك شيء المثلية؟ بس قل لي مسوي لك شيء؟ كاسرين عينك شيء؟ شو المظاهرات حرق القرآن وانت تحرق عن المثلية؟ مثلية جابهم بالنص خطية هذولا. انا هنا شكيت انه مغتصبينك او مسوي لك شيء المثلية 100%. يعني شكيت بصراحة. السويد تتوسل بتركيا حتى تنضم للناتو، لقدروا امريكا يجي يسويها لتركيا الجر مباشر. إذا تريد يطلعوها من الناتو لتركيا تخبل. وهذا قردوغان لو جبان كان ما حرقت القرآن، وكان ما قدم طلبات أخرى لحرق القرآن. لكن موعد مع الله جيد، خلي الله مالتك يفيدك. على كل أنا بس توجه رسالة للفايق الزيدان، توجه رسالة لفايق الزيدان وأقول له اقرأ القانون وتعلم وخذ شهادة حقيقية يا سيد فايق الزيدان. انت ما قاري قوانين دولية؟ شلون طالب محكمة عراقية اللي ما يعترف بيها براس الفرع 2 ما يعترفون بيها؟ تريد تطالب سلوان من دولة السويد؟ انت مخبر له. انا صرت اشك بشهادتك هسه يعني صار حقيقة. وانت يا مقتدى اسقاط جنسيتي العراقية برايك انا اعترف بهاي الجنسية واعترف بعراق؟ انا اقول ميسوبوتاميا بلاد ما بين النهرين، ماكو شيء اسمه عراق. والدليل ايران تنكح بيكم وتاخذ فليساتكم، ما تقدرون تسوون شيء. ماكو شيء اسمه عراق. على هذه كانت رسالتي. أما الميليشيات اللي اقتحمت السفارة السويدية أكيد لأن بلاد العراق بدون قانون، شعب حكومة مشكلة من قبل الميليشيات. أكيد اللي جاي يحكم بالعراق هي الميليشيات، ولذلك الميليشيات عادي تهب ودب وين ما تريد وتدخل وتقتحم وتكسر عادي، يعني ما استغرب. لكن أفغانستان السودان أحسن منكم، السودان أحسن من العراق. على العموم تصبحون على خير واستخدموا ليمون كلش هواي.